وبيبدأ فيلمنا في خليج عدن بالقرب من الصومال، وبيكون في مجموعة من القراصنة الصوماليين مستولين على سفينة من السفن اللي هناك، وبيكونوا واخدين اللي فيها رهاين. ولما الفلوس بتتأخر بيصور زعيم القراصنة فيديو ليه مع الرهاين وبيهدد فيه السلطات، وبيقول ان معنى ان الفلوس ما اتبعتتش لحد دلوقتي انهم مش مهتمين بالرهاين اللي معاهم. وهنا بنشوف مجموعة من المسلحين واللي كانوا شغالين كجنود في الجيش، وبيكونوا في الوقت الحالي كمرتزقة، وبيدخلوا كلهم للقراصنة وبيصوبوا أسلحتهم ناحية الزعيم. وبيتكلم زعيم المرتزقة بارني معاهم وبيقول لهم ان جاب ال3 مليون دولار اللي اتفقوا عليهم، وبيطلبوا منهم يحرروا الرهاين. لكن القراصنة بتكون طمعت في زيادة وبتقول لهم انهم عايزين 5 مليون دولار. لكن هنا بتسرع جانر واللي بيبقى واحد من رجالة بارني وبيضرب الزعيم بتاعهم بالبندقية بتاعته. ومن هنا بتبدأ معركة بينهم هما الاتنين، وبيكون الرهاين قاعدين في النص، لكن المرتزقة بيكونوا محترفين جدا وبيقدروا يخلصوا عليهم من غير ما يسيبوا اي حد من الرهاين. وفي الوقت اللي بيروحوا للرهاين علشان يحرروهم بيمسك جانر واحد من القراصنة وبيكون عايز يقتله ويعلق رقبته على السفينة، لكن بارني بيحذره انه يعمل اي حاجة وبيطلب منه يوقف اللي بيعمله. ولما جانر مش بيسمع له بيتدخل واحد من الفرقة اسمه يانج علشان يمنعه. واثناء كلامهم مع بعض بنعرف ان ساندرا تبقى بنت جارزة، لكن الضابط مش بيهمه وبيتعصب عليها جدا وبيمسكها بقوة علشان يرجعها لابوها. ولما بيحاول بارني بيتدخل بتضربه الجنود وبيكون على وشك انهم يقتلوه، لكن فجأة بيظهر كريسمس وبيضرب واحد منهم بالخنجر بتاعه في رقبته، وبتبدأ معمعة قوية بين بارني وكريسمس وباقي الجنود. لكن هما الاتنين بيكونوا على درجة عالية من الاحترافية وبيقدروا يخلصوا عليهم في غمضة عين. وبعدها بياخد بارني وكريسمس ساندرا وبيهربوا بيها. ولما بيكلمها بارني عن الهروب بتتعصب وبتكون رافضة انها تهرب من جزيرتها. وبيوصلوا للمينا وبيطلب بارني من كريسمس ان ياخد ساندرا للطيارة علشان تهرب معاهم وهو هيتكفل بالحراس. وفي الوقت اللي بيروح كريسمس على الطيارة بترفض ساندرا انها تهرب معاه، وبيدخل كريسمس لوحده للطيارة. ولما الحراس بتحاول تضرب نار عليه بيكون بارني جاهز وبيقتلهم. وهنا بيكون جيمس وباقي الجنود عرفوا اللي بيحصل وبيروحوا على المينا وبيبدأوا ضرب نار عليه، لكن بارني بيفضل يجري ورا الطيارة وبينط عليها قبل ما تطير وبيقدر ان يمسك في الباب. وفي وسط ضرب النار بيقدر بارن ان يدخل الطيارة، لكنه بيتضايق جدا لما بيلاقي ساندرا مش موجودة وانها فضلت موجودة على الجزيرة. وبيكون بارني متعصب جدا علشان كده بيرجع بالطيارة وبيروح كريسمس على الرشاش اللي موجود فيها وبيبدأ ان يهاجم جيمس ودان وباقي الجنود. وبيفضي بارني بنزين الطيارة عليهم وبيرمي كريسمس قنبلة ضوئية وبينفجر المكان كله. وبالليل بيكون جيمس متضايق جدا بسبب اللي حصل وبيبدأ يهزق جارزة على اللي عملته بنته واللي بسببها مات 41 جندي، وبيقول انها لازم تموت بسبب خيانتها ليهم. لكن طبعا جارزة بيرفض وبيقول له انه مش هيقدر يقتل عيلته لأي سبب. وبنتفاجئ بجانر بيروح لجيمس وبيتفق معاه على انه يقتل بانر مقابل 100,000 دولار. وفي الوقت ده بارني بيفهم باقي الفريق الغلط اللي حصل، وان الهدف الحقيقي والراس المدبرة ورا كل الظلم اللي بيحصل على الجزيرة دي هو جيمس عميل CIA. وبيعرفهم بارني ان المهمة شبه مستحيلة، وبيقول لهم ان هيبلغ شيرش انه مش هيقدر يعملها. والناحية التانية رجالة دان بتقدر تمسك ساندرا وبيهددها جيمس انه هيعذبها بكل الطرق الممكنة لو ما جاوبتش على اسئلتهم. واولهم بيكون عن سبب وجود بارني وكريسمس على الجزيرة، لكن ساندرا بترفض تجاوب. وهنا بيعرف جارزة ان جيمس مسك بنته وبيوبخها بسبب تعاونها مع الغرباء، لكنها بتصور وبتقول له ان هو السبب في كل اللي بيحصل دلوقتي. وهنا دان مش بيخليها تكمل كلامها وبيضربها وبياخدها المكان مخفي علشان يعذبوها وتتكلم. وتاني يوم بيكون بارني قاعد ومعاه الرسمة اللي اخدها من عربية ساندرا وبيكون عمال يفكر في اللي بيحصل لها دلوقتي. وعلشان كده بيروح لكريسمس ويانج وبيقول لهم انه قرر انه يروح الجزيرة مرة تانية علشان ينقذ ساندرا، لكنه مش عايزهم معاه لان ده شيء شخصي. ولما بيروح يركب عربيته علشان يمشي بيركب معاه يانج وبيخرجوا من الجراج وبيكون يانج مقرر انه مش هيسيبه لوحده. وهنا بيفضل يهزر معاه على حجمه وبيقول له يانج انه دايما اكتر واحد بيتعب في الفريق ده بسبب حجمه. لكن في الاثناء دي بنشوف ان جانر كان بيراقبه، ولما بيقفوا في الاشاره بيهجم عليهم بالرشاش، لكن العربيه بتكون مصفحه وبتحميهم. وبيخرج يانج من العربيه وبيقتل الراجل بتاع جيمس اللي بيكون مع جانر في العربيه. ولما العربيتين بيخبطوا في بعض بيعرف بارني ان جانر خانه وعايز يقتله، وبتحصل مطارده بين بارني وجانر وباقي عربيات جيمس لحد ما بيدخل بانر لمصنع مهجور وبينط يانج من العربيه وبيعمل فخ لجانر والعربيه بتاعته بتتقلب. وبيحاول يانج انه يستغل الفرصه دي ويهجم عليه ويستخدم ذكائه وبيدخلوا مكان مش ملائم لطوله وبيفضل يضرب فيه، لكن جانر بيقدر يرجع للمعركه مره تانية وكان على وشك ان يقتل يانج، لكن بيضربه بارني طلقه وبيروح عليه وبيطلب منه
يعمل حاجه صح ويقول له على الشخص اللي بعته، وهنا بيقول له جانر ان اللي بعته يبقى جيمس. فبيكمل بارني ويانج طريقهم للطياره علشان يروحوا للجزيره، لكن هناك بيلاقوا باقي الفريق كله مستنيهم وبيقولوا لهم انهم على اتم استعداد انهم يموتوا معاه. وهنا بيكون بارني سعيد جدا بروح فريقه وبيعرفهم ان في خطه معينه في دماغه. وفي الوقت ده وبعد تفكير طويل بيقرر جارزا ان يحرر جزيرته من الناس اللي ملكهم منها، وبيبدا يرسم على وش الجنود الخاصين بيه علشان يفرقهم عن جنود جيمس. ولما بيجي جيمس وبيشوف اللي جارزا عمله في الجنود بيفضل يهينه، فبيحذروا جارزا من الطريقه اللي بيتعامل معاه بيها، وبيعرفوا ان جنوده محاربين وولائهم مش هيكون لحد غير ليه، وبيهددوا ان هيقتلوا لو ساندا ما ظهرتش دلوقتي حالا. فبيقول له جيمس يخلي جنوده يروحوا علشان يجيبوها. وفي الوقت ده بيوصل المرتزقه للجزيره وبيكونوا موجودين عند القصر، وبيقول لهم بارني ان معاهم 20 دقيقه بالظبط يكونوا لغموا فيها كل حته في القصر من غير ما حد يحس بيهم. وفعلا هو ده اللي بيحصل، وبيقتلوا رجاله القصر من غير ما حد يعرف، وبيبداوا يلغموا القصر كله. وبتوصل الجنود اللي هتجيب ساندرا وكانوا على وشك انهم يعتدوا عليها لانها بتكون متغميه، ولكن هنا بيظهر بارني وبيندمهم على اللي كانوا هيعملوه، بيقطع ايد واحد فيهم وبعدها بيحرر ساندرا وبيحاول يهديها وبيقول لها انه هنا علشان ينقذها. وهنا بتكون الفرقه مستنيه بارني يخرج لان ال 20 دقيقه بيكونوا خلصوا، وبيقول لهم كريسمس انه لو ما خرجش كمان 10 دقائق هيمشوا من الجزيره، لكن باقي الفريق بيعترض ومش بيوافقوا يمشوا من غيره مهما كان الثمن. وهنا بيقرروا كلهم ان يرجعوا علشان يساعدوه. وهنا بنشوف ان بارني بيجري باقصى سرعه هو وساندرا علشان يهرب، لكن بيظهر داني واللي بيضرب بارني بيوقعه على الارض وبيهجم عليه هو ورجالته، وكان على وشك ان يقتله لحد ما فجاه بيظهر كريسمس وباقي اعضاء الفريق وبتحصل معركه كبيره بين الاثنين. وفي الوقت اللي بيكون كريسمس وباقي الفريق مشغولين مع جنود دان، بيكون دان عايز يهرب لكن بارني مش بيسيبه وبيخنقه بالحبل، لكن دان بيقدر ان يفك نفسه وبتحصل بين الاثنين معركه شبه متكافئه، لكن دان بيكون لسه بكامل قوته وبيقدر ان يوجه ضربه قويه لبارني. وفي الوقت ده المرتزقه بيكونوا خلصوا على الجنود الموجودين، لكن الجنود بتزيد بسبب صوت ضرب النار وبيكون عددهم اكتر من الفريق لحد ما فجاه بيدخل هال اللي مع بارني في الفريق ومعاه سلاح قوي وبيقدر ان يخلص على الجنود كلهم وبينقذ باقي الفريق. وفي نفس الوقت ده بيدي جارزا لجيمس فلوسه وبيطلب منه يسيب الجزيره ويمشي وما يظهرش مره تانية، ولما بيرفض بيكون جارزا هيقتله لكن ساندرا بتوقفه. وهنا بيكون بارني وفريقه خارجين لكن بيتفاجئوا بالجيش كله قدامهم، وبيكون الفريق مش عارف يتصرف ازاي ولا عارف حتى يروح على القصر بسبب انه متفخخ. وفي الوقت ده بيخرج جارزا يشوف اللي بيحصل وبيكلم جنوده وبيقول لهم ان عدوهم هم كمان الامريكان اللي على الجزيره، لكن هنا جيمس بيضربه طلقه وهو مديله ظهره وبيقتله وبيقتل باقي الحراس الموجودين وبياخدها رهينه علشان يعرف يخرج من المكان. ولما بيشوف الفريق ساندرا خرجت من القصر بيفجروا الالغام اللي زرعوها وبيحصل انفجار كبير جدا وبتهرب كل الجنود من المكان. وهنا بتستغل فرقه تفرق الجنود وبيخرجوا يهاجمون بالرصاص والقنابل لحد ما بيقدروا يقتلوا عدد كبير جدا منهم. وكمان يانج بيفجر مولد الوقود اللي موجود وبيعمل انفجار تاني اقوى بكتير. وهنا بيكون جيمس ودان مكملين هروب لحد ما بيظهر رود وبيبدا يهاجم دان، وبيكون واضح ان رود قوي جدا وبيقدر يوجه ضربات قويه ومتتاليه لدان، ومش بيقف جيمس وبيكمل جري هو وساندرا. وهنا بارني بيشوفهم وبيروح وراهم، والناحيه الثانيه رود بيكون ماسك دان وهاري ضرب وبيفضل وراه لحد ما بيرميه على النار. ولما بيقوم وهو والع بيضرب رود الضربه القاضيه، وقبل ما يوصل جيمس للطياره اللي هيهرب عليها بيكون بارني فجرها، فبياخد ساندرا وبيرجع بيها وبيفضل بارني يجري وراهم لحد ما بيحس جيمس ان مفيش امل في الهروب، فبيقف وبيفضل مهدد بارني ان هيقتل ساندرا لو اتحرك حركه كمان. وفعلا بيقف بارني وبيرمي مسدسه، فعلى طول بيستغل جيمس الفرصه وبيضربه طلقه في كتفه، لكن بارني مش بيستسلم وبيقوم مره ثانيه وبيعرفوا انه ما جاش هنا علشان طلقه زي دي تمنعه من انه ينقذها. وهنا ساندرا بتبعد جيمس عنها وعلى طول بارني بيضرب جيمس بمسدسه وبيقدر ان يتخلص منه، وبكده بيكون بارني قدر ان يساعد ساندرا وبيخلص جزيرتها من الاحتلال اللي كانت فيه، وبيديها رقمه علشان تتواصل معاه وبيوعدها ان دايما هيكون موجود في الوقت اللي تحتاجه فيه، وبيودعها وبيمشي وبيخلص فيلمنا لحد هنا.